ما أدري شلون أقول لك الموضوع، بس بصراحة يعني ما أقدر أكمل. أنا قررت أتركك. هذا الموضوع صار أكبر مني، صار أكبر مني ومن تحملي ومن طاقتي. مرات الإنسان يقدر كل شي يتحمل، بس أكو أشياء ما يقدر يتحملها. أني أحترمك وأقدرك، وراح تبقى يعني شخص مهم بحياتي. لهذا قررت يعني قرار هذا، يعني بعد ما أقدر إنه أتراجع بيه بصراحة. فعلا تفهمنا شنو هو القرار، مو شلحت صفوحتنا. طبعا هو كل شي بدك قدام الجمهور ولازم ينتهي قدام الجمهور. حلو. كان كل شي حلو بيناتنا وانت يعني ما قصرت، يعني دللتني وحبيتني واحترمتني، وما سويت أي شي يضايقني أو يزعجني. بس الموضوع صار أكبر من طاقتي. تحسسني الموضوع انه قندره وكبرت. يا اخي بس بدي سؤال، شو تريدين؟ قررت أتركك تخوني، لأن بصراحة الجمهور يعني ضغط علي هواي، وأنا بعد يعني ما أقدر. الموضوع صار أكبر من طاقتي. لهذا خلص عيش حياتك. يعني هاي إرادة الجمهور، يعني الجمهور اقسم هو بالله شريفه، شكرا لكل شخص كتب لك، اقسم هو بالله. هو الآمر الناهي. والله العظيم احتراما لقرارك فلا اخونك حيل. عليك يا بي شويه شويه، على شرط ما خليك تحسين. قسم بالله رحمه وبس. واحد ريحتي على رحمه وارى لفظه. رحمه وبس. السماح بالخيانه رحمه وبس. هاي النسوان، هاي الاصل، هاي رحمه للزواج المقدس. هاي أنت الاصل. جاي تخوني فأنا قلت خلنا نعطيك الموافقة والله حتى تخوني قسم بالله بموافقتي، كارثه، عشان ما والله كارثه. تخوني لحالي. انا وأني كنت بعدين يعني أحتشم. منتظرك تقولين تريدين تتركيني خلاص، يعني جدا فرحت، لكن فرحتيني اكثر لما قلت تخوني. يعني ما اقدر اعبر لك عن كميه الفرحه. يعني وصلت بي مرحله راح اشخ على نفسي، اروح للحمام واجي من الفرح راح اشخ.